يا صباح الخير يا شباب. النهاردة هنشرح حاجة بداية من نيو ايرا. هنشرح حاجة بخصوص قبل ما نبدأ في حاجة اسمها الداتا كليننج أو داتا wrangling أو داتا بري بروسيسنج. هي دي بتوضح الخط بإن أنت إزاي بتعمل بري بروسيسنج للداتا، إزاي بإن أنت بتعمل لها كليننج، إزاي بتشيل نول فاليو، الدوبليكيتس فاليو، كل الحاجات الجميلة دي. ليه؟ طيب لان احنا شغلتنا بتبقى داتا اناليسيس وليس داتا انجينيرنج. داتا انجينيرنج هي تلقائيا الداتا في الاغلب بتجيلك، يعني بتكون نظيفه ما بيكونش فيها اي مشكله. يعني مثال بسيط جدا، خلينا نفتح من على طول بنفتحه. انت في الداتا انجينيرنج، انت الحد اللي هو خاص بالداتا انجينيرنج هو ده المسؤول ان هو يسحب الداتا او يعمل الداتا من خلال من خلال الويب سايتس والمواقع والى ما اخره، من خلال الشركه، ممكن تكون من خلال داتا انتري. فطبيعي لما بيكون في داتا انتري او حاجه زي كده، فتلقائيا بيبدا ان هو ممكن اوقات ان هو مثلا يمس ان هو يدخل مثلا رقم او حاجه زي كده. فكل الكلام ده انت لازما ان انت تحاول ان انت تهندله بنفسك. فالداتا انجينيرنج هي وظيفتها ان هي يعمل حاجه اللي هو يسحب، والله يدي لك حاجة زي كده يعني. تمام. طيب. آه طيب بعد ما بنتكلم داتا انجينيرنج اهي، فبنبدأ بعد كده بنعمل حاجة اسمها داتا اناليسز، واللي احنا اتفقنا عليها في اخر سيشن اللي فاتت. اللي ما شافهاش ممكن يرجع يشوفها علشان يكون مكمل معانا على نفس الخط. في الداتا اناليسز انت المفروض بتعمل تحليل للداتا وبتجاوب على سؤالين: ليه حصل كده؟ وازاي حصل كده؟ طيب. خلينا كده هنبدأ بحاجة زي مثلا الكليننج. الكليننج او البي يعني ممكن بعدين في الداتا ساينس او الماشين ليرنينج هتسميها بري بروسيسنج. تمام. الكليننج، وخلي بالكم ان النقطه دي ان شاء الله لو هتكملوا في حته الداتا ساينس او الماشين ليرنينج، فالنقطه دي مهمه جدا جدا جدا. طيب، احنا هنخش كده كده عملي، وهنعمل النهارده باذن الله كام حاجه خاصه بالجراف وكمان كام حاجه خاصه بالكليننج. ولكن خليني اوضح لكم كده ايه هي الكليننج. آه زي ما قلت لكم، انتوا الكينج بتشيلوا من الداتا الحاجه زي النول فاليو مثلا. بيبقى في حاجه اسمها نول فاليو او زيرو. الزيرو ده لو في حاله ان هو نول، يعني مثلا بدل مثلا خلينا نفتح كده الداتا انا مجهزها كنت عشان نبدا بيها النهارده. هنفتحها اكسل. وطبعا اللي مش عنده اكسل ممكن هو يقدر يحمله، وانا هحاول لو عرفت ان انا اعمل فيديو ازاي نحمل اكسل. اكسل وصفه كبيره جدا، انت بتحمله ممكن من اوفيس 365. ولو معاك اكونت بتاع الجامعه بتاعك ممكن بتروح الجامعه بتاخده من شؤون الطلبه. لو انت في الشغل او حاجه زي كده، المفروض في اي شركه بتوفر لك جيميل وحاجه زي كده. وتركيا هم بيكونوا عاملين عقد مع مايكروسوفت، فانت بتاخد منهم الجيميل والباسورد وخلاص كده. طيب. انا هعمل كام حاجه كده مش مطالبين الطلبات دلوقتي حالا. آه آه، تمام. انتوا مش مطالبين تعرفوا حاجة زي كده خالص. ثانية واحدة. طيب. خلينا ده كده عشان كده ماشي. هنا مثلا الداتا بتبقى موجودة. آم، هنا تقريبا مفيش null value نهائي، مفيش أي null value. ولكن خلينا احنا نحاول إن احنا نعمل مثلا name، مثلا السكور، اليوزر مثلا. يعني خلينا مثلا نقول name مكاري، السكور مثلا تلاتة، اليوزر مثلا ام ان 11. احمد، السكور السكور 2، ام ان 1. اوكي، ثانية واحدة. ام ان 1. تمام. مثلا يوسف، او عايز اسم مثلا ابرام، السكور نل. يعني انا ما حطيتش سكور اساسا، يعني كده عندي مشكلة. اي بي 1 مثلا. هنا لما هنيجي نبص مثلا على الداتا، هنا المفروض في النال فاليو دي المفروض ان هي دي بتتشال، لان الداتا دي
المفروض ان هي تبقى كليننج علشان دي بتأثر معانا بعد كده على الارقام. لان انت بعدين لما هتخش في حتة الاحصاء هتكون في حاجة اسمها المين والميديان والموت، وكل الكلام ده بيعتمد على فكر الخاص بالنال فاليوز، ان هي ان انت تكون عامل كليننج داتا، لان كل ما الداتا هتقل كل ما تأثر معاك على المين والستاندرد ديفينيشن فيشن، وكمان بيأثر عليك في حتة المود، وإلى ما آخره حاجات في الإحصاء. فكل رقم هيأثر معاك، فأنت لازم إن أنت تتأكد إن أنت تفل الجاب على قد ما تقدر. طيب، دي أول حاجة خاصة بيبقى النال فاليو. ماشي. بعد كده الدوبليكيت، وهنا في تريكة آه حلوة أوي في الدوبليكيت، إن هي حتة الدوبليكيت المفروض لو أنا مثلا معايا، يعني ايه دوبليكيت؟ يعني انا مثلا لو معايا هنا نفس ده، خلي بالكوا ان هو نفس الخط مثلا، كده اسمها دوبليكيت، كده اسمها دوبليكيت. ولكن لو جينا قلنا مثلا ان السكور، خلينا بس في حاجه اي دي، لان هي دي اللي انا كنت عايز اشرحها لها المثال، لان هي دي اكتر تريكات بتيجي. نيم اي دي مثلا، ال ال عايزين نقولها مثلا ماشي، ممكن نقول مثلا حاجه هو اشتراها مثلا، او عايزين آم، اوكي، السيلز، او مثلا باي. هنا مثلا هنيجي نقول هو مثلا هنا آه حلو قوي 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 قوي. آم وإبرة هنا مثلا نخليه يشيل مثلا ايه مثلا، آم خليه اي حاجه كويس، ايا كان، يعني ايا كان الاشتراك يعني ما علينا. هنا خلي بالكم في النقطه دي. هنا في هنا المفروض، هنا ده مش اسمه دوبليكيت، يعني الكاستمر اي دي هو، ولكن حاجه مختلفه. الدوبليكيت ده لازم يكونوا هما الاثنين نفس بعض. يعني لو اخدنا كده وعملنا كده، ده كده اسمه دوبليكيت. فانت لازم ان انت تشيل حاجه منهم. ولكن لو كان كاستمر اي دي متكرر، فما ينفعش ان انت تيجي هنا وتشيل الدوبليكيت. خلي بالك، هنا ما ينفعش تشيل الدوبليكيت، يعني ما ينفعش تيجي عند عمود واحد وتقول لي لا انا هشيل الدوبليكيت. طبعا هقول لكم كل الكلام ده ازاي، وهنعمل كلينيك مع بعض، وكل الكلام الجميل ده، وهنمشي مع بعض الخطوات. ولكن انا بفهمكم من الاول كونسبت، لان حاجه زي كده هي اللي هتوصل معانا بعد كده. طيب، دي أول نقطة. طيب، النقطة التالتة بخصوص الكليننج. كل ده احنا بنتكلم في حتة أرقام، ما بنتكلمش في حتة يعني لو مثلا احنا مش عارف يعني اختار شوز ولا لأ. ده سؤال طبيعي إن هو هيجي. عندك قدامك حل من الاتنين، يا بتشوف هو مثلا المين بتاعه يشتري ايه. يعني أنا مثلا في الداتا مثلا باجي مثلا بعمل لها فلتر، وباجي اقول والله لا، لو الراجل ده انا عندي فيه مشكله، يعني هنا سميث مثلا انا عندي فيه مشكله، اهو سميث مثلا، فبشوف هو اشترى ايه. تمام، والله لقيته اشترى مثلا حاجات مثلا ب5000، او اشترى مثلا اكتر من شوز او حاجه زي كده. ففي الاغلب ان هو بيشتري شوز. او قدامك حل مره تانية ان انت ترجع للمانجر. يعني انت هنا مثلا الدوبليكيت، فانت هنا لما بتقابل بقى سترينج، افهمك السترينج ده يعني حاجة خاصة زي مثلا يعني بيبقى اسماء حاجة زي كده او حروف. فبترجع حاجة من الاتنين، يا المانجر بتسأله، الحد اللي هو هيدي لك الداتا ده، بتقول له ان قدام الشخص ده شرى حاجة زي كده، يا انت اللي بترجع تهندلها ب حاجة اسمها المود، وليس المين. المين ده بيبقى خاص بال احنا هنيجي دلوقتي ليه. طيب، كل ده احنا تقريبا هندلنا كان السترنج. طيب انا لقيت مثلا بقى داتا فيها ايشوز، يعني ده المود وده. تمام، جينا بعد كده قلنا ببساطة كبيرة جدا ان انا عندي مشكلة هنا في الارقام. هنا مثلا لقيت السكور هنا نل وهنا نل.
فازاي هندل حاجه زي كده؟ الهاندلنج بتاع النل هنا بيكون بالمين، أو بالمين او الميديان، وفي الاغلب بيبقى المين. المين ده هو الافريج، هو ده الافريج. طب يعني ايه افريج؟ يعني او يعني ايه المين؟ يعني معدل الارقام، معدل ارقام مثلا، يعني يعني ممكن نقول مثلا معدل الارقام على عددها. يعني مثلا هنا بنشيل مثلا نار، تيجي ان انت تحسب هنا، فتيجي تقول له انا مش عايز ان انا اعمل قدامكم حاجه خاصه. ثانية واحدة. طيب تمام. تمام، بنبدأ مثلا هنا بنشوف حاجة اسمها المين أو الأفريج. والمفروض إن المين أصلا شغال عادي، يعني ما بيكونش فيه أي مشكلة، أو الأفريج يعني. أيوه أوكي تمام. يعني مثلا الأفريج هنا، وبيجيب مثلا أفريج، فبيجي يقول لك إن هو 4.61، ده الأفريج خاص، ده يعني ده مجموع الأرقام على عددها. فبيبقى نفس الكلام هنا، ولكن أنا مش عارف اداني بكري كده. اه اوكي تمام اهو. وبتبدأ مثلا انت تاخد دول، وده الافرج بيبقى 3. طبعا معروف ان انا كده كده الارقام بتبقى هي، او يعني انا خليت الارقام هي. فبتبدأ ان انت تفل بقى هنا بقى التلاتة دي. تمام، واقول لكم ازاي يعني تفل الجابس بطريقة اسهل من كده بكتير قوي. آم، بس فانت كده عملت كليننج. ثانية واحدة. تمام كده انا عملت. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا كده، عملنا كليننج للنال فاليو، وكمان عملنا السترينج، وكان عايز مثلا نشيل دوبل. فيلا بينا نبدأ على طول كده. في في حاجة كده خاصة. احنا هنيجي بس نشيل البريد هنا. طيب هنا أنا معايا داتا. أول حاجة يعني خلينا، احنا عايزين نرجع الداتا دي عادي جدا، فخلينا نعمل آه نخليها طريقة عادية علشان نبدأ إن أنا أقول لكم إزاي عملت حتة التيبل وكده، لأن التيبل دي مهمة جدا. طيب ادي الداتا اهي. تمام، انا كل اللي عملته ان انا عملت هنا وعملت كنترول اي، فبيجيب لك التيبل كلها، او بيجيب لك الداتا كلها لاخر سطر منها. وبعد كده بتعمل كنترول تي. بس اول ما بتعمل كنترول تي بيبدأ ان هو يعملها لك حاجة زي كده، او ممكن تعملها بطريقة تانية، بان انت تعالى كده بيجيبها عادية جدا، بان انت بتعمل هنا مثلا فورمات تيبل. طبعا كل ما بتبقى فيها الوان، كل ما بيبقى الداتا الرننج بتاعها بيبقى اصعب. تمام. فمهم كتير جدا ان انت تكون يعني مخليها بيزك على قد ما تقدر، لان ده بيبقى على حسب الرامات وعلى حسب كمان الداتا اللي معاك. ولكن الداتا دي عشان صدفت ان هي قليله، فمش هتاثر معانا كتير قوي واحنا بنعمل راننج، او بنعمل ليها فيزواليزيشن، او بنعمل لها اي حاجه، هيبقى الموضوع سهل. طيب كده اول ما بدانا مثلا نعمل حاجه زي كده يعني. خلينا ماشي تمام. خلينا نبدا ان انا هقول لكم حاجه تانية هنشرحها النهارده، وهي سمارت. طيب يعني ايه سمارت؟ يعني ببساطه كبيره جدا، انت لما بتيجي تخش مثلا انا كنت عايز ان انا اخلي حاجه زي كده فيديو لوحده، ولكن طالما احنا هنبدا النهارده نعمل كام حاجه خاصه بالفيزواليزيشن، والى ما اخره، يعني كده وضحت الداتا كليننج. الحقيقه ما اعرفش هل الفيديو طول ولا لا. آه طيب
انا شايف ان احنا نبدا من الفيديو الجاي ان شاء الله، نبدا ان احنا نعمل سمارت ميكانيزم، عشان كمان هنبدا نعمل على طول داشبورد وفيزواليزيشن ونعمل بري بروسيسنج للداتا. احنا كده فهمنا ايه هي الكليننج، والكليننج دي هي بتبدا من داتا انجينيرنج. بيدي لك الداتا بيبقى فيها جابس مثلا بسيطه جدا. الداتا انجينيرنج ممكن يجيبها مثلا من خلال سيرفي، من خلال مثلا حد بتاع داتا انتري، من خلال ويب، من خلال من حاجات كتير قوي. انت بتبدا ان انت تسحبها من عنده، او بيبدا ان هو يبعتها لك في ملف سي اس في او اكسل او جيسون او ايا كان ملف، وبتبدا انت تعمل لها كليننج. طبعا الكليننج ده عشان نوضح بس اخر نقطه، ممكن تعمله ببايثون. يعني في لغه اسمها برضه بايثون، وهوضح لكم لما ان شاء الله نيجي للكورس بتاعها او الوقت بتاعها. هاجي اوضح لكم ايه الفرق ما بينها وان انت تعملها على اكسل او باور بي اي وتابلو. فكره ان في بايثون بيبقى الموضوع بيبقى تقدر تلعب بالداتا باسهل وبطريقه اسهل بكتير جدا. آه فبس ده كان النهارده خاص بشرح الداتا كليننج. والفيديو الجاي باذن الله هشرح السمارت وكمان حته الفيزواليزيشن. ف فبس بقى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم. اتمنى لو عجبكم المحتوى ما تنسوش من الشير. مع السلامه.